صعب إنك تختار فترة معينة وتقول فيها بشكل قاطع إن كذا أهم ممثلة فيها دونا عن الباقيين، لكن أحيانا بتطلع واحدة كده مختلفة عن كل اللي حواليها. سمعتها زي الجنيه الذهب من أول ما ظهرت، لا مرتبطة بمشاكل أو فضايح، ولا في اختلاف عن موهبتها وقدراتها بين أي حد، والأهم إنها متنوعة بشكل مش هتشوف زيه كتير، مع تحديات مختلفة ملهاش أي علاقة ببعضها، بمستوى ثابت بقاله سنين حافظت على نفسها فيه عشان تبقى أول ممثلة تفوز بالأوسكار مرتين قبل سن ال40، وبنسبة كبيرة أنجح ممثلة موجودة في هوليوود حاليا، حتى لو مش كل أفلامها بنفس النجاح الجماهيري، لكن عندها قدرة غير عادية على الانتقال بين نوعيات الأفلام المتعددة، لدرجة إنه شبه مستحيل تحطها في تصنيف معين أو تربطها بشكل واحد بتطلع بيه دايما. لكن إيما ستون اختارت الطريق الصعب طول مسيرتها، ورفضت تدخل القالب الجاهز للنجومية الهوليودية، وتحدت كل حاجة كانت المفروض تعملها. إزاي بقى الكلام ده؟ وليه إيما ستون أهم واحدة في جيلها ويمكن في هوليوود كلها حاليا؟ اعمل لايك وسبسكرايب وتعالى نشوف مع بعض. إيما ستون في الواقع عاملة زي أغلب شخصياتها كده، أبعد ما تكون عن العادية أو اللي بنسميه طبيعية، ومعظم اللي اشتغلوا معاها هتلاقيهم بيقولوا عليها حاجة كده زي إنها مهيبرة، دايما مش على بعضها وطاقتها عالية، بس ده في الحقيقة مش حاجة بتتحكم فيها، لكن القلق والانكزايتي دول مصاحبينها من الطفولة، وحاجة عاشت بيها طول حياتها، وبسببها كان صعب حد يتخيلها ممثلة أو إن هي تنفع في المجال ده. حتى أهلها شافوا كده ومش منعوها، لكن ما كانوش بيشاركوها نفس الحماس زمان، رغم إن التمثيل هو اللي أنقذ حياتها. إزاي؟ لأن إيما ستون سابت المدرسة وهي عندها 15 سنة، وقالت لأهلها إنها عايزة تمثل، وعملت باوربوينت بعنوان بروجكت هوليوود عشان تقنعهم يوافقوا يسيبوها تسافر لوس أنجلوس وتبقى في هوليوود عشان تلاقي شغل بسهولة، وبالتالي أمها هتقعد معاها هناك وتذاكر لها في الوقت الفاضي عشان ما تضيعش تعليمها، في حين أبوها هيقعد هو في البيت عشان شغله. I think I just kind of realized as high school hit that I just wanted to do more, and then there came a moment where I thought, well, what I really want to do is I really want to be in movies if it's possible, because that's my favorite medium, I guess, of acting in a way. I asked my parents and they eventually said yes. I did a PowerPoint demonstration. And then she made a PowerPoint presentation and sat Jeff and I down in her room to this hysterically funny PowerPoint presentation, and we kind of looked at each other and said, how can we say no? When I think back to it now, I'm like, I cannot believe that they came out here with me and they let me do this at such a young age. ما تفهمش بقى أقنعتهم بالكلام ده إزاي، لكنهم وافقوا في النهاية، غالبا عشان ده الحل الوحيد لبنتهم اللي شافوها قدامهم بتتحول من واحدة خجولة جدا، مريضة أصلا من يوم ما اتولدت، وكانت بتعيط كتير بسبب كده، مش زي حتى أي رضيع عادي. فده عمل عندها زي تكيسات أو عقد على الأحبال الصوتية، خلت عندها البحة أو ضعف الصوت اللي لسه موجود لغاية دلوقتي معاها لو تركز، وده بلا شك زمان أثر بشكل كبير على تواصلها مع اللي حواليها وقدرتها على الكلام مع باقي الأطفال في سنها، وخلاها دايما قلقانة ومش عارفة تتصرف، وعندها زي خوف مزمن من البعد عن امها، وكل ما تبقى من غيرها تتعب، وداخله طالعه في بانيك اتاكس ونوبات فزع مفاجاه. اضطريتهم يدخلوها في زي علاج نفسي بعمر 7 سنين، وده اللي ساعتها كتير على فكره، بعد ما جالها ازمه وهي عند واحده صاحبتها في البيت، وفقدت السيطره على نفسها خلالها، كأن البيت بيولع حواليها ومش قادره تتنفس، عشان يشوفوها بتتحول لواحده تانية خالص، واثقه في نفسها وبتعرف تتكلم وتختار مستقبلها، بعد ما دخلت المسرح المدرسي ولقت طريقه تعبر بيها عن نفسها في هيئه وشخصيات مختلفه عنها، تقدر تكون زي جسر تعيش من خلاله بعيدا عن اي حاجه عطلتها قبل كده، وبالاخص في الكوميديا عشان تتغلب على خوفها وقلقها ده اللي كانوا بلا شك ممكن يخلوها مستخبيه في البيت طول عمرها، محدش يسمع عنها ولا هتعمل اي حاجه مفيده زي كتير في نفس حالتها حوالين العالم. But Stone told us that worried is her natural state of being and that she's been that way since she was very young. Do you still have that anxiety? Oh yeah. Yeah. Not to the level that it was when I was a kid, because I have therapy, or I have tools now to manage it in different ways, and as the years go on you start to learn more about managing what that is. فما فيش قدام اهلها غير يوافقوا وما يقفوش في طريقها، ده لو كانوا بيحبوها فعلا وعايزين مصلحتها، لكن كل ده جميل وزي الفل، بس العالم الخارجي مش بالسهوله دي، وبالاخص هوليوود مش للمبتدئين زي ما بيقولوا، وزي ما شخصيتها في لالا لاند بتشوف كده، لان هي دي إيما ستون فعلا في الواقع، مش شخصيه خياليه مكتوبه، لكنها عاشت نفس الظروف دي بنفسها، وشافت الرفض والاحباط والقلق، وان مفيش حاجه جايبه نتيجه ومفيش فايده مهما حاولت، لكنها برضه هتحاول كتير قوي عشان تلاقي اي حاجه تعملها، وهتاخد كورسات اونلاين في التمثيل،
وهتدخل تجارب أداء ملهاش عدد بين سن 15 و18 سنة. وقتها كانت ماشية باسم إيميلي مش إيما، اللي عملت بيه حلقة أولى من مسلسل بعنوان The New Partridge Family سنة 2005، لكن للأسف اتلغى بعد الحلقة دي وما كملش. والأهم اللي خرجت بيه من التجربة القصيرة دي هي مقابلة وكيلها اللي لسه مستمر معاها لغاية دلوقتي، وهيلعب دور كبير في مسيرتها واختياراتها بعد كده. المهم إن شغلها كممثلة كان قليل ومتفرق، مفيش حاجة ثابتة أو يعتمد عليها، يمكن ظهور خاطف هنا ولا حلقة من مسلسل، فبطبيعة الحال لازم تشتغل أي حاجة تانية عشان تقدر تصرف على نفسها، زي خبازة في مكان متخصص في أكل الكلاب، وهي ماشية لغاية ما ربنا يفرجها من عنده. I really remember a moment when I was like, because I moved when I was 15 and my mom was out there with me for periods of it, and there was one time where I was just like crying on the floor of the apartment that we were renting, and I was like, I can't do it anymore, I can't do it. And she was excited, basically. She was like, ready to go home? Right. And I was like, no, I also can't do that. No, I can't go home. No, I have to keep going. حتى 2007 لما تتغير كل حاجة وتاخد دور صغير إلى حد ما في الفيلم الأيقوني سوبر باد اللي هيقدمها للعالم بأحسن طريقة ممكنة، وهيكون بداية مسيرتها الفنية في السينما، حتى لو ما كانتش تعرف ده وقتها، إلا إن شكلها فيه هيكون الأساس اللي هتبني كل حاجة عليه بعد كده، سواء كممثلة كوميدية بامتياز أو لون شعرها الأحمر اللي كان نصيحة منتج الفيلم والمخرج العبقري جاد أباتاو، وهيكون تريد مارك خاصة بيها هتكمل بيه لفترة طويلة قدام. ونجاحها في الفيلم ده هيخليها ضيف دائم في النوعية دي خلال القسم الأول من مسيرتها، عشان تطلع بأدوار صغيرة في أفلام زي Ghosts of Girlfriend's Past أو The House Bunny، ثم أول نجاح كبير ليها في دور ثانوي بالفيلم الرايق زومبي لاند في 2009. لكن كل ده مش مهم مقارنة بالفيلم اللي هيغير حياتها ويخليها نجمة صاعدة كل مهتم يتابعها لما تاخد أول بطولة ليها في فيلم ايزي اي سنة 2010. ليه؟ لأن الفيلم ده دلوقتي قد يبدو إنه عادي يعني ومفيش حاجة خاصة عنه مقارنة بباقي أعمالها والمستوى اللي وصلت ليه، لكن في وقته ده كان نقطة تحول ليها من شابة دمها خفيف أمورة بتيجي تحت ممثلين معروفين تلطف الجو، ممكن تخطف الانتباه من المشاهد اللي بتظهر فيها، لكنها مش جزء من رؤية الصناع للفيلم، وممكن عادي يستبدلوها بأي واحدة هتقوم بنفس التأثير. لكن النجاح الكبير لإيزي اي وترشحها عنه كمان للجولدن جلوب مع دور بسيط زي ده عن بنت في مدرسة ثانوي بتنتشر إشاعة إنها مقضياها مع كل الولاد اللي بتقابلهم، فبدل ما تخاف مثلا ولا تتدمر سمعتها تقوم تركب الإشاعة دي وتعيش الدور على الناس كلها، وبالتالي هي مش بس البطلة لكن الفيلم كله قايم عليها وعلى طريقة تقديمها للشخصية، عشان كل القصة ماشية من وجهة نظرها هي وتعاملها مع اللي بيحصل حواليها بخصوصها، بالذات رؤية المشاهد ليها وارتباطه معاها. لو واحدة مثلا تقيلة أو بايخة ولا حتى فيك مش صادقة في أدائها هتخسر الجمهور من أول مشهد ويبقى كل الجاي ملوش لازمة، عشان ما هيش ملاك ولا شخصية بيرفكت أصلا، ومع ذلك هتحبها وتتعاطف معاها. Because I felt like Olive could so easily you don't want to relate to her or you're kind of rooting against her. Yeah, because she you could is in a just minute. doing these, she's just lying left and right, and she's so over the top and ridiculous about her lies that it's you kind of could stop rooting for her. And I was so afraid that I was going to make the audience not understand why she was doing the things she was doing. وده اللي بيحصل تقريبا مع اي نجم كبير، اهم ميزه فيه بتكون انه يقدر ياخدك في صفه من اول ما يظهر قدامك، مش مشكله بيلعب ايه بالتحديد، لكن انت منجذب لايا كانت القضيه اللي بيتكلم عنها، ودي الحته اللي هتصاحب ايما ستون في باقي حياتها واللي خلتها تنجح هنا من باقي الممثلات الصغيرين اللي كانوا معاها سواء في الفيلم او في هوليوود كلها خلال عصر لينزي لوهان واماندا بينز وميجان فوكس وغيرهم اللي غرقوا في مشاكلهم والاختيارات اللي ما كانتش مناسبه ليهم، وفشلوا ان هم يستغلوا نجوميتهم صح لما لبسوا بيرسونا اعلاميه اكتر منها فنيه، وطبعا الصناعه استغلت ده ودست عليهم زي ما قلنا قبل كده. ايما ستون بقى كانت المقابل للنموذج الشابه الجامحه في هوليوود بدايه الالفينات، وظهرت بنجوميه بسيطه على قد ما هي مؤثره، لا معتمده على جمالها او بتعمل جلسات تصوير من اللي احنا عارفينها. وفي مقال مثلا سنه 2011 على فانيتي فير بيقولوا فيه بالنص كده هل في ممثله تانية عندها 22 سنه مصممه تطلع بهدومها على طول؟ وده هيتغير فيما بعد لسبب وجيه على الأقل بالنسبة لها، لكنها مش بتسيب نفسها تقع في المصيدة اللي ضيعت كتير قبلها وبعدها لما مش بيعرفوا يفرقوا بين التمثيل والحقيقة، ومثلا مش هتلاقي ليها لا فضايح أو إثارة جدل ولا هي فشلت في التعامل مع الضغوطات عليها كل ما تنجح، لأنها عارفة بالظبط اللي ممكن يحصل لو وصلت لمرحلة الفوريان بتاعت زمان. عشان كده مشيت على طول من هوليوود بعد نجاح ايزي اي وراحت تعيش في نيويورك بعيد عن الجو العام الخانق واللي بيفرض عليها تأدي طول الوقت وما تبقاش نفسها، وعلى حد تعبيرها حست إنها رجعت 7 سنين تاني والعالم بيقع من حواليها بسبب الاهتمام الكبير والضغط عليها. I have the same career as a lot of these, young actresses that are making their choices, but I'm making my own choices. And I'm lucky enough to have
really great familial support, and my friends are wonderful, and I've just been very, very lucky. وفوق كده ما لبستش بيرسونا معينة تتصنف بيها أو نوعية أدوار ثابتة لايقة عليها، لكن ممكن تحطها في أي مكان وهتشتغل، مش هتقول حاجة ولا هتحس بفرق، وكذلك مش بتطلب الانتباه ولا عايزة الناس تتكلم عليها، لكن في دايما تناغم وكيمياء غريبة مع كل اللي بيشتغلوا معاها، سواء ريان جوزلينج أو أندرو جارفيلد أو جونا هيل ولا مايكل كيتون وإدوارد نورتون، يعني تريح أي مخرج أو نجم تشتغل معاه، عشان كده كلهم عايزين يشتغلوا معاها تاني سواء مخرجين أو ممثلين. وهتكمل الفترة دي بأدوار مش كبيرة لكن كلها بتصب في نفس النقطة بتاعت إنها تنفع في كل حاجة مع أي حد، سواء في فريندز وذ بنفيتس أو كريزي ستيوبد لاف أو جانجستر سكواد، أو هتغير مع حاجة جدية شوية في ذا هيلب اللي هتطارد المخرج بنفسها عشان تعمله، وهيحقق نجاح كبير جدا لما ينزل، وهي الدنيا ماشية لغاية ما تلاقي نفسها قصاد اختيار تاني هيغير حياتها كلها للأحسن والأسوأ مع بعض. إزاي؟ لأن في 2011 تقريبا اتعرض عليها دورين مهمين جدا، الأول كان في فيلم 21 جامب ستريت، وحاجة آمنة اشتغلت فيها قبل كده، هتطلع فيها بدور مش كبير بس عارفة بالظبط مطلوب منها إيه وهتعمل فيه إيه. ولا على الجانب المقابل سبايدر مان في إنتاج ضخم كل العيون عليه، وهي اللي عندها الخبرة أو الشعبية أو مقومات جميلة هوليوود المعتادة عشان تاخد دور زي ده في إعادة إنتاج سلسلة محبوبة وناجحة جدا، فأكيد هتختار التحدي وسبايدر مان، وهتمشي الطريق الصعب عشان دي فرصة محدش يفوتها على نفسه أبدا، وكذلك برضه عشان التوجه الجديد اللي هي هتقوده أو يعني تبقى نواته الأولى في عالم أفلام الأبطال الخارقين بخصوص الشخصيات النسائية. إزاي؟ يعني في أغلب أفلام السوبر هيروز في الفترة دي البطلة كانت موجودة ديكور معظم الوقت، أو يعني عشان تبقى زي ما بيتقال انعكاس للبطل وصراعاته وحياته وهويتها كشخصية قايمة على كده، يعني ملهاش قصة منفصلة حقيقية ولا حاجة هتوصل ليها غير إنها تكون عقبة للبطل أو أزمة في طريقه، زي إنها تتخطف ولا يحصل لها مشكلة أو الفيلنز يسموه بيها، وتبقى موجودة كده كحتة رومانسية جانبية مع كام بوسة لطيفة في النهاية تكسر قلبه أو تساهم في تحوله ولا حاجة. المهم إنها مش بتتحدى رؤية البطل للعالم بتاعه أو تفرض وجودها في قصته هو إلا نادرا وبشكل مش مرضي جدا في النهاية. حلو، جوين ستيسي بقى اللي قدمتها إيما ستون ما كانتش واقفة على هامش سبايدر مان ولا نظريا أضعف منه فكريا على الأقل، لكنها ند ليه بتتفوق عليه أحيانا، ومش جايزة هيفوز بيها في النهاية لما يهزم الفيلنز، لكنها زي ما بنشوف اللي بتنقذه زي الفيلم التاني مثلا، لأنها بالفعل جزء من عالم سبايدر مان ومش مجرد زينة فيه، ولا جاذبيتها وجمالها هم محور الشخصية، زي ما كانت ماري جين مثلا اللي اختيار كريستين دانست ليها مش عشوائي وجاية لهدف معين المفروض كلنا فاهمينه، بغض النظر عن إنها ممثلة محترمة في العادي، لكن تقديم جوين هنا كان عن طريق قدراتها العقلية بالإضافة لحضورها وخفة دمها اللي هي الصفات اللي كانت مرتبطة أصلا بإيما ستون في العادي، يعني ما هيش داخلة في قالب جاهز ليها لكن فرضت أسلوبها على الشخصية، وده سبب اختيارها والتوجه اللي كان جديد وقتها. Her greatest strength is probably her clarity and willfulness, and that is also her biggest weakness because her kind of willful nature does get her involved in some tricky situations, but arguably that's what was meant to happen. That was fated. But she's incredibly willful. She puts herself in, she's not a damsel in distress. She's willfully there. عشان النهاية تبقى مهمة بجد ومفيش داعي للحرق، يمكن في ناس ما شافتش الأفلام دي، لكن كفاية نقول إنها اختارت الطريق ومشيته للآخر بس بجانب سبايدر مان مش خلفه، عشان كده جوين مع إيما ستون ما غيرتش النوعية دي لوحدها زي ما ناس كتير بتحب تقول، لكن على أي حال كانت مرحلة انتقالية بين النموذج السلبي القديم والجديد اللي هينتشر بعد كده، وإن الجمهور فعلا ممكن يتقبل حاجة زي دي في وسط قصة معروفة بالفعل لو اتعملت مع الممثلة الصح في الظروف الصح. لكن هل معنى كده إن الأفلام دي نجحت فعلا؟ والله على حسب هتسأل مين. الفيلم الأول كسر الدنيا وكان زي الفل، إنما التاني ما نجحش قوي، ولغايه دلوقتي في انقسام على اندرو جارفيلد والسلسله بتاعته، وده اللي خلى الفيلم الثالث ما يخرجش للنور عشان تقوم سوني تبيع حقوق سبايدر مان لمارفل ويعملوا نسختهم الخاصه مع توم هولاند بعد كده. المهم ان ايما ستون هتطلع من المرحله دي لا هي نجمه كبيره بعد سلسله مهمه ناجحه زي ما حصل مثلا مع جينيفر لورنس وذا هانجر جيمز، ولا هي زي الاول ممكن تعمل اي حاجه عادي وترجع للكوميديا محدش مركز معاها، ولذلك في الحقيقه اختياراتها كانت محدوده الى حد ما مهما كانت موهوبه فعلا، ومفيش افلام كبيره من بطولات نسائيه كتير مقارنه بدلوقتي مثلا، فالحل انها تعمل افلام اصغر حتى لو مش هتكون بطله فيها بس مع مخرجين كبار واسامي معروفه، لو ما حققتش نجاح كاسح تبقى على الاقل تجربه مفيده وتكسب منها خبره تتسجل في سيرتها الذاتيه بعد كده، وبالتالي هتشتغل مع وودي ألين في فيلمين ماجيك ان ذا مون لايت وإيراشونال مان بنسبه كبيره كانت غير مناسبه ليهم اصلا، والنقاد والجمهور في وقتها نزلوا سلخ فيهم نوعا ما بسبب موقفهم اصلا من وودي ألين في 2014 والاتهامات اللي طلعت ضده، وحتى من سوء حظها ان الاثنين كانوا
كان من أضعف أفلامه، وفي كتير بيشوفوا إن اختيارها كان غلط للشخصيات دي. وضيف على كده قال إن اللي معروف بأسلوبه إنه مش بيوجه الممثلين ولا يقول لهم حاجة، لكن بيسيبهم على طبيعتهم يشوفوا الشخصية من ناحيتهم. ده أحيانا بيطلع فيهم أحسن ما عندهم، زي ديان كيتن أو كيت بلانشيت أو سكارليت جوهانسون مثلا، لكن مش دايما بينفع مع واحدة زي إيما ستون إن المخرج ما يبقاش على تواصل مباشر معاها أو في زي تفاهم كامل بينهم كده، زي ما هنشوف كمان شوية. ثم هتعمل فيلم مع المخرج كاميرون كرو بعنوان ألوها، هو كمان هيدخلها في أزمة كبيرة، واختيارها كان كارثي بكل المقاييس. ليه؟ لأن الشخصية اللي بتلعبها المفروض جنسها مختلط بين هاواي والصين. طب ده والنبي منظر واحدة كده مش ممكن، يعني احترم عقولنا. وده طبعا خلى الفيلم مثير للجدل أكتر من أي حاجة تانية، وبدأ عليه هجوم من أول ما نزل، وإزاي تعملوا كده ومش عارف إيه، لغاية ما المخرج طلع اعتذر، وإيما ستون اعتذرت هي كمان، وقالت إنها ما كانتش فاهمة يعني إيه الوايت واشنج اللي هوليوود بتعمله في إنهم يحولوا الشخصيات اللي من أصل مختلف أو أقليات لبيض أوروبيين ويحولوا التركيز على نفسهم. وطبعا الفيلم فشل وكان حوار محدش فاكره دلوقتي بطبيعة الحال، عشان تكمل بقى بالمرة وتنهار خلال تصوير بيردمان في نفس السنة، عشان مش مستحملة أسلوب المخرج أليهاندرو إناريتو، وتصوير الفيلم كله كأنه وان شوت، وتصميمه كل شوية إنه يعيد اللقطات حتى وهي مش فاهمة إيه بالظبط الغلط فيها، لغاية ما قال لها كده بشكل مباشر إنها بتبوظ الفيلم كله. حتى الكاست كانوا عملوا زي مسابقة عشان يشوفوا مين أكتر واحد هيعمل غلطات أو يعطل الشغل، وطبعا كانت إيما ستون. ليه؟ لأن ده أول فيلم كبير تشارك فيه، وكبير مش بميزانية عالية أو عليه اهتمام، ما هي عملت سبايدر مان، بس الفكرة إن ده حاجة مختلفة، كل لقطة فيه بالمقاس، مفيش ممثل واخد دوره عشان أي حاجة غير إن إناريتو عايز منه حاجة معينة اختاره عشانها، بينما هي الشابة المهزوزة القلقانة بين مجموعة نجوم كبار ومخرج أشهر من أكبر ممثل بينهم في الوقت ده، ومستعد يدفع الممثلين لأقصى درجة ممكنة عشان يوصل للحتة اللي هو عايزها بالظبط، زي ما عمل في مشهدها مع إدوارد نورتن على السطح اللي اتعاد بتاع 30 مرة ولا حاجة، والساعة بقت 2 بالليل والناس كلها مش طايقة نفسها، والمعلم برضه مش عاجبه حاجة، عشان تسيبهم كلهم وتجري على أوضة اللبس على آخرها، وزي ما قالت تفقد عقلها من الضغط عليها، وعلى ما تاخد نفسها وتهدى وتفضل تشرب سجاير بجنون، كانت عبارة أصلا عن أعشاب طبيعية ما فيهاش نيكوتين، بس مش مشكلة، هتطلع تاني اللي هو باقي لعن أبوكوا كلكوا، واللي هيكلمني تاني هشوط فيه، مش فارق معايا لا مخرج ولا قرف. وأول ما عاد التاني المرة ال 31 بالغضب ده قال لها بس هو ده. He's one of very few, I don't know if there are very few people left that are this way or if he just is so insistently this way, but he doesn't compromise what he wants to make in any way that I saw, and he's so incredibly passionate, and he really doesn't let you rest on your laurels at all. So it's always pushing you to another level, and that, you know, that's what you hope for when you go to work. You want it to be a difficult and rewarding and not just an easy day. عشان تترشح للأوسكار معاه لأول مرة كأفضل ممثلة مساعدة، وطبعا مش كل الناس مناسب ليهم الأسلوب ده، ولا كله محتاج طريقة تعامل زي دي عشان يطلع أحسن ما عنده، لكنها في النهاية بتجيب نتيجة أهو، وهتتعلم منه إنها تستخدم غضبها في التمثيل، وما تخافش تطلع كل اللي جواها أو تسيب نفسها قدام الكاميرا بشكل كانت بتخاف تعمله قبل كده، زي برضه ما هيحصل مع بداياتها في المسرح اللي كل النقاد هيتغنوا بيها فيه، واللي كان على حد تعبيرها أصعب حاجة قامت بيها في حياتها، برضه في نفس السنة 2014 اللي هو كانت في كل مكان وبتعمل كل حاجة مع بعضها في عرض 3 ساعات يوميا 7 أيام في الأسبوع، وبينهم تحضيرات وبروفات كل يوم، واللي هو يا بنت ارحمي نفسك مش كده. عشان بقى مين هيشوفها في المسرحية دي؟ شاب تاني اسمه ديميان شازيل، لسه طالع من نجاح ضخم مع فيلم صغير بعنوان ويبلاش، ومعاه ميزانية محترمة عشان يحول حلم عمره الفيلم، كان شغال في بحثه عن الممثلة اللي هتشيله على كتافها ويقدم معاها للعالم أفضل أعماله اللي هيعيش عليها طول حياته، ألا وهو فيلم لا لا لاند، اللي في الأساس كانت إيما واتسون بطلة الفيلم ده مع ميلز تيلر بتاع ويبلاش، لكن مشاكل في العقود أخرت الشغل، وواتسون فضلت تعمل بيوتي أند بيست، بينما الأخ شازيل مصدق إن هو لقى إيما ستون، رغم إن هي كمان رفضت في البداية، أو يعني كانت مترددة ومش عايزة تعمل فيلم موسيقي بعد المسرحية اللي كانت موسيقية هي كمان، وتعبانة من المجهود الجبار فيها، بينما صوتها ضايع من الغنى وهكذا، لكنه كان مصمم عليها، وقابلها في غرفة الملابس خلال العرض وعرض عليها رؤيته بالكامل، وإزاي هيصور المشاهد دي وشخصية كذا تعمل إيه بالتحديد مع الموسيقى واللبس وكل حاجة في دماغه عن الفيلم. Kind of hearing his vision of this movie and of this world really instantly was very interesting to me. And then when I read the script, we sort of met again and he talked me through what some of the musical numbers would feel like, and then he played some music for me, and it was just so kind of intoxicating, the idea of this really modern story of two struggling artists and dreamers in this sort of 50s
musical world version of Los Angeles. مش بس كده، لكنه كمان كان بدأ كلام مع صديقها ريان جوزلينج اللي اشتغلت معاه مرتين قبل كده، والعلاقة بينهم يعني زي الفل وتمام، عشان يشجعها أكتر تقبل الدور. وقد كان في النهاية، والفيلم زي ما قلنا يعتبر أصلا قصة حياتها وعاشته بالفعل، وبعكس أي فيلم مهم عملته قبل كده، لا لا لاند كان الخلطة المناسبة لتحضيرها للنجومية، لأن الفيلم كله مبني على وجودها، وهي المحرك الأساسي لكل فكرة بتتعرض فيه، من الطموح للتضحية أو ألم الحب، وفوقهم الصدام بين الحلم والواقع. كل ده بنشوفه ونحسه من خلالها، سواء بالذكريات اللي هي عاشتها زمان أو تقمصها للشخصية من كل جوانبها، سواء الرقص أو الغنى والمشاعر اللي حتى غلبت على أدائها وهي بتمثل إنها بتمثل جوه الفيلم، ودي حاجة مش بتشوفها كتير. وصدق مشاعرها ده فتح قناة مباشرة مع الجمهور اللي بيشوفها من الناحية التانية، اللي مش محتاج يمدحها ولا يعجب بشخصيتها أو تمثيلها، لكن كتير شافوا نفسهم فيها، بالذات أي حد ليه علاقة بالفن. وجيل كامل من الفنانين الواقع بيدوس عليهم كل يوم، أخيرا شافوا حد يعبر عنهم حتى لو من بعيد لبعيد، عشان ما يبقاش قدام الأكاديمية غير إن إيما ستون تفوز بالأوسكار كأفضل ممثلة بفرق كبير عن أقرب منافسيها. والإنجاز ده بعيدا عن أي حاجة تانية اداها حرية كبيرة في اختيار أدوارها بعد كده والأفلام اللي هي تحب تشتغل فيها، زي ما هتعمل السنة اللي بعدها كده فيلم باتل أوف ذا سكسز عن أول ماتش تنس بين راجل وست في السبعينات عشان يواجهوا وقته التحيز ضد المرأة، رغم إنه ما نجحش قوي، لكن مش مشكلة لأنها خلاص مش هتقف تبص تاني وراها، وهتدخل المرحلة اللي هتخليها بجد أهم ممثلة في جيلها ويمكن في هوليوود كلها حاليا، بعد ما تبدأ شراكتها مع الحاج يورجوس لانثيموس بداية من الفيلم ذا فيفوريت في 2018 في عمل تاريخي مش سهل أبدا، وسط كاست كله بريطانيين وهي الأمريكية الوحيدة، مع موضوع مثير للجدل هتترشح عليه للأوسكار تاني كممثلة مساعدة. وفي نفس السنة تعمل أول مسلسل ليها وأول إنتاج في مسيرتها مع جونا هيل في مانياك على نتفليكس، وتجمع قرشين من الجزء الثاني لزومبي لاند، وأول مرة تبقى فيلن في كرويلا مع ديزني اللي لسبب ما عجب الناس وحقق نجاح كبير مع ستون كمنتجة برضه في 2021. كل ده مع تحولات مهمة في حياتها الخاصة بعد زواجها في 2020 من مخرج وكاتب قابلته لما اشتغلت في ساتردي نايت لايف سنة 2018 وعملت مع شركة إنتاجها الخاصة، وخلفت كمان في 2021، واللي زي ما قلنا بتعمل كل حاجة في نفس الوقت بس من غير ما حد يعرف عنها حاجة أو تتكلم عن حياتها الشخصية إلا قليل جدا وفي أضيق الحدود، في حين إن شغلها هو اللي بيتكلم عنها سواء بالتمثيل أو الإنتاج اللي هتتوسع فيه لنفسها ولغيرها، زي مسلسل ذا كيرس أو فيلم أريل بين اللي فاز عليه كيران كولكن بأحسن ممثل السنة اللي فاتت، ولا آخر أعمالها المجنونة بجونيا، والأهم من كل دول وأحسن أفلامها في رأيي بور ثينجز. ليه أحسن أفلامها ولا إيه يعني المميز فيه؟ هقولك لأنه بالنسبة لي بيكمل رسالة أفلام كتير قبله قد يكون صناعه ما يعرفوش عنها حاجة أصلا ولا كان في دماغهم الكلام ده وقتها. إزاي؟ لأن قصة الفيلم والبطلة بيلا تعتبر استكمال لرحلة اتنين كانوا في نفس موقفهم بأفلام مختلفة من بلاد مختلفة، وملايين غيرهم بالتبعية حوالين العالم عاشوا ظروف مشابهة بشكل ما، لكن ينوب عنهم أو يعني ينقل تجربتهم نبيل عبيد بشخصية كريمة في فيلم توت توت، ومالينا مع مونيكا بيلوتشي في فيلم مالينا سنة 2000. حطهم مع بيلا في بور ثينجز هتلاقي إن تجارب التلاتة بتدور حوالين نفس الفكرة تقريبا، اللي هي بنت شابة لطيفة جمالها هو السبب الأساسي في شقائها، وبيحط التركيز دايما عليها باعتبارها مطمع لكل اللي حواليها، لأنه بيتحول من نعمة إلى ما هو أشبه بعبء وحكم مسبق من المجتمع عليها، وعشان يزود من معاناتهم قدام العالم إنهم مشتركين في صفة البراءة سواء حرفية زي الطفل مع كريمة وبيلا في بداية الفيلم أو سذاجة مالينا بنت القرية الطيبة، لكن اللي بيكتشفوه سريعا إن هم أنقى من إن العالم القاسي ده يستوعبهم أو إن الرجالة اللي فيه يقفوا جنبهم من غير ما يحاولوا بكل ما أوتوا من قوة إن هم يسحقوا البراءة دي ويستغلوها. فكريمة مثلا محل سخرية من كل اللي حواليها، وضعفها الذهني مخليها عرضة للاستغلال من كل اتجاه، عشان أزمتها الحقيقية تبدأ لما تقع ضحية لشهوة رجل أعمال غني بيستدرجها البيت ويعتدي عليها، لكنها بعكس بيلا عاجزة إنها تفهم اللي حصل أو تتعامل مع الموقف بشكل ما، لأن هامش تطورها الذهني محكوم بقوانين المرض، في حين إن عقل بيلا في تصاعد مستمر زي كده ما بنشوف. بينما مالينا عايشة حياة هادية مع جوزها بتتحول سريعا لعقاب جماعي بعد اختفاء جوزها ده في الحرب العالمية الثانية، ثم بعد كده إعلان موته عشان البلد كلها تنهش فيها، ومن غير مقدمات بتقع ضحية لاعتداء مماثل هي كمان بداية من المحامي بتاعها، ومع الفقر اللي بيزيد وسوء الحال من الحرب بتدخل تدريجيا في مرحلة انحدار وانحلال شبه مثلا مرحلة بيلا في باريس بعد ما المجتمع حكم عليها تلعب الدور ده. حلو، المهم ان من هنا الجنس بيبقى وسيلة اتصال الثلاثة بالعالم سواء عجبهم ده ولا لا، لانهم حرفيا اتزقوا ليه بدون ارادتهم وحصل معاهم اللي حصل، لكن في نفس الوقت التجربة دي بتدفعهم للتخلي عن النظرة الطفولية للعالم. فكريمة الضاحكة السعيدة طول الفيلم واللي كانت عايشة من غير هموم ولا اي حاجة دي بتتصدم بحقيقة الحياة وبتنضم لجبل ضخم من الضحايا اللي عايشين في دوامة الحزن والقهر. وكذلك مالينا بتفهم تعقيد الوضع اللي حواليها وبتضطر تتكيف مع واقعها الجديد على امل انها تطوع الاستغلال اللي بتتعرض له ده على شروطها، لكنها طبعا بتفشل في الاخر وبتقع في نفس مصير كريمة في النهاية في مشهد اذلال علني بيتم الانتقام منها فيه قدام اهل القرية كلهم. لكن الاختلاف في حالة بيلا انها مش بتسمح للعالم انه يوقفها عن الوصول لنهاية الرحلة، وزي ما بتمر نوعا ما بنفس مراحل كريمة ومالينا سواء القسوة والسقوط
السقوط والاستغلال والانحدار المادي والمعنوي، لكنها بتقوم من تحت الركام ده وبتطلع تاني وبترفض انها تفضل ضحيه او لعبه في ايد اللي حواليها، وبشكل ما بتنتصر لكل كريمه وملينه بيعانوا في العالم، تاخد زمام حياتها بايديها عشان تفرض رغبتها وشخصيتها الجديده الناضجه العاقله على كل الناس اللي حاولوا يتحكموا في مصيرها او يشوفوها سلعه قابله للتملك، لحد ما هزمت الدنجوان دانكن واجبرت الانسانيه تدخل حياه العالم اللي كان زي ابوها، ثم انتقمت من جوزها الطاغيه وحولته لمعزه صغيره عاجزه زي ما كان هو شايفها طول حياته لو تاخد بالك، لان اللي شخصيه بيلا عاشته حاجه كده اشبه باسطوره رحله التنوير اللي ارتبطت بسيدهارتا جوتاما او المعروف بالبوذا، اللي قضى سنينه الاولى عايش في جنه معموله ليه مخصوص خلف اسوار عاليه بتعزله عن الواقع وقسوه الدنيا، زي ما العالم كده عمل مع بيلا وصنع ليها عالم موازي تعيش فيه معاه، لغايه ما الفضول ياخدها وتطلع هي كمان عشان تشوف الدنيا وتفهم الحياه بتمشي ازاي، وشافت تقريبا نفس اللي جوتاما شافه لما هرب مع الخادم الوفي بتاعه في 3 رحلات للمدينه، في الاولى شاف المرض والثانيه شاف الشيخوخه ثم في الثالثه الموت، وكل مره كان بيسال الخادم بتاعه هل ده ممكن يحصل لي، عشان يفهم ان كلنا منتظرين القدر يخبط على بابنا في اي وقت، وان ده كده كده هيحصل للناس كلها، فاختار ان هو يسيب الغنى والحياه السهله ويشق طريقه لوحده عشان يبحث عن السعاده الحقيقيه، وان لا التقشف لحد الموت او الطرف المبالغ فيه هما الحل فعلا، لكن الجسد ده مجرد اداه ممكن تودي صاحبها للهلاك، وان الفقر مرض بيكسر الروح، والفلوس نقمه في هيئه جايزه بتلعب بعقل اللي يمتلكها، لكن الاهم ان الخوف هو العائق قدام اي حياه حقيقيه، ثم في النهايه وصل للتنوير او نضج للمستوى اللي هيهيئه انه يفهم الحياه ويعرف يعيش ازاي، وده حرفيا اللي بيلا عملته في رحلتها، وكان لازم تعدي بكل ده سواء الحلو او الوحش والمقرف والقذر، بس عشان تعرف تختار لنفسها بعد كده وما تاخدش كلمه حد على انها الحقيقه في ازاي المفروض تعيش او تفكر وهكذا، لانهم زي ما شفنا كلهم مش ناس كويسه اصلا، والطريقه الاهم اللي بيتم التحكم في واحده زيها زي ما حصل مع كريمه ومالينا عن طريق الرغبه والجسد زي ما شفنا، ففي حالتها ده برضه بيحصل بس كجسر بين سذاجتها وضعفها شبههم، والمرحله الثانيه اللي هتوصل ليها مع نضوجها، ومن وجهه نظر إيما ستون اللي مش بس البطله لكن كمان المنتجه ومشتركه في كل جوانب الفيلم من كل ناحيه، سبب تخليها عن تحفظها السابق عن النوع ده من المشاهد اللي خد انتقادات كبيره في الفيلم ان ده مجرد جانب واحد من جوانب كتيره في رحله اكتشاف بيلا لنفسها، بين متعه الاكل والفلسفه والسفر والرقص والدراسه، كذلك الجنس بالنسبه ليها عنصر مهم من التجربه دي، ولانها ابسط من فهم اي حاجه عكس كده بتتعامل بحريه كامله بلا اي قيود تجاه جسمها ولا تعرف ان المفروض تتحرج من الحاجات دي، فلو ده ما اتعرضش في الفيلم في راي إيما ستون يبقى عدم صدق مع حقيقه بيلا كشخصيه، وانها عايزه تكون امينه معاها لاقصى درجه ممكنه حتى لو على حساب نفسها، عشان كده بيلا كانت اسعد شخصيه لعبتها في حياتها لان ما عندهاش اي احساس بالعار وبتتعلم وتكتشف الصح والغلط بنفسها من غير ما يكون ليها تاريخ سابق او حاجات مفروضه عليها من يوم ما اتولدت، وبالتالي كانت حره مع الشخصيه بشكل ما حصلش قبل كده وغالبا مش هيحصل تاني. Bella was my absolute favorite at this point in my life because she's so free. She's without, judgment, self-judgment or judgment of others. She's just taking in every element of life to the fullest. And so it was a really beautiful thing to والله هي شايفه كده وده هدفها، تتفق او تختلف سواء عجبك الفيلم ولا لا براحتك وكل واحد بمزاجه، بس ده يعني المفروض الهدف الاساسي من الفيلم او اللي عايز يوصله للجمهور، وطبيعه الفن بشكل عام ان كل واحد يشوفه بطريقه مختلفه ويكون رؤيته الخاصه عنه، اللي يضايقك بلاش تتفرج عليه او تشغل بالك بيه خالص، المهم انها هتفوز عليه بالاوسكار الثاني عن استحقاق كبير وتوصل لصفوه الممثلات عشان تنضم من القله في نادي حصري من اللي قدروا يوصلوا للانجاز ده في سن صغير جدا كمان، ومش باين انها هتبعد كتير عن طريق الاساطير ولسه مستمره في تحدي نفسها ومواجهه اي عائق في طريقها سواء كان شخصي او مهني، لكنها مهما كان الدور صعب بالنسبه لها مش بتهرب من التحدي وبتعمله، حتى لو بعد كده هيحصل اي حاجه مش مشكله، لكنها مش هتستسلم او هتقف في مكانها عاجزه، وهنشوف الايام الجايه هيحصل فيها ايه، بس انت ايه رايك بقى في كل ده وشايف إيما ستون ازاي؟ Anxiety is like I feel so lucky to be anxious? Yeah. Why? Because I think it can be sort of like a superpower sometimes. Anxiety is very activating. It gets you out of bed. You kind of can't just stay in one place. It sort of forces you to keep moving. I don't know. I find a lot of positives from it. I told my parents that if I didn't act, I would die, which is not dramatic at all. No, It not was at all. really true. Yeah. It was the truth, and it wasn't overstated. So, not to put myself down or anything, but I just always wanted to be a comedian. And so I always thought, way more important to be funny or to be honest than to look any certain way. What stands out for me more than anything is the periods of not getting auditions. Like the periods of really being ignored and like going on a bunch of auditions and, getting rejected from all of those and then just like no one's calling you. No one wants you to come in. Yeah. And that was so brutal.
that was probably the most brutal part, is that feeling of like not even getting the chance. Emma Stone, welcome to this show, whatever it's called. Popcorn is what it's called. Now you are a major star now. Easy A has made you not just the it girl, it's beyond it. It's, people are bowing down to you. That really? They are. I haven't seen anybody do You haven't this. seen any of this? No. Gwen, your character, I'm going to assume is much like you. She's totally in control. There is nothing in life that her poise, her confidence can get past. Really? You were just, well, she is. Sort of, you know, there's only so much choice you can make as an actor, especially at different points in your career. But when you get to make choices of like what you want to work on and who you want to work with and all of that, I think I don't ever think from the outside in. Like, I don't think about like what people would expect of me or something. And I think in the past, I think I remember like, you know, that concept of like make one for you and one for them, that kind of thing. And I don't believe that at all. I actually think the more you feel like it is a story that you really want to tell or be a part of, or something you want to make, I actually think that's much more resonant to people that are watching it, rather than like, I'm doing this for you guys. That's a weird concept to me.